مساء الخير عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انتوا طبعا عارفين النهارده ان انا جبت فول فول مدمس او فول اسمه فول بلدي مخموره. ماشي، اسمه فول بلدي مخموره. كل الشيفات اجمعت على ان انت ما تيجي تدمسي فول هاتي الفولايه اللي تكون صغيره عشان ما تاخدش سوا منك كتير، يعني الكبيره مش وحشه، حلوه وبلدي وجميله وطعمها حلو، بس هتاخد منك سوا شويه هتغيب. فطب وليه؟ ما هي كده كده مدمس وكده كده اصلا هتهرسيه بالشوكه، فيبقى اهو حلو اهو معقول. كويس كده للايه؟ للتدميس. طب احنا هندمسها بايه؟ انا كنت بدمسها بشيء، والنهارده هدمسها بطريقه الشيخ العطارين. الشيخ العطارين ده هو تقريبا عطار كبير في القاهره، والله الاعلم برضو. كان مالي السوشيال ميديا على الفيديو بتاعه. طيب قال لك ايه؟ قال لك له طريقه ثانيه وله حاجات ثانيه انا كنتش بحطها قبل كده، قررت احطها واجربها. ماشي، وهعملها زي ما هو معمول. خلاص، ايه هي بقى؟ هو قال طريقته كالاتي. ماشي، هو قال جربوا الطريقه وشوفوا الفرق ما كنت بعملها قبل كده وبين ما طريقته قبل كده. قال ايه؟ قال كوبايه واحده بس، اهي كوبايه واحده بس فول بلدي مخموره اهو اللي احنا جايبينه. ماشي، انا عايزه الكاميرا تنزل شويه كده عليكم وانا شغاله اهو. بس هو قال ايه؟ هو قال الفول دمسوه في طبق والمحتويات دي دمسوه في طبق، وهنا ميه دافيه وهنا ميه دافيه، فليه ده طبق وده ده طبق؟ فطالما هنا ميه دافيه وهنا ميه دافيه وهنا ده هيتنقع وده هيتنقع، فانا مش في حاجات هلتزم بيها وفي حاجات انا هغير فيها، بس حاجات مش فنياتي يعني. ماشي، اول حاجه هو قال كوبايه حلوه زي دي، انا جايبه الفول نضيف درجه اولى. ماشي، مفيش فيه غلطه ولا فيه اي حاجه طينه ولا الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ماشي، غالي شويه بس حلو. جايباه بكام؟ جايبه الكيلو ب 50 جنيه. كوبايه بحطها في الفواله بتاعتي. قليلين مش عارفه، انا هلتزم اللي هعمله. لقيتهم قليلين المره الجايه هزود شويه برضو مع نسبه وتناسب برضو. ماشي، طيب خلاص كده الفول. جه قال بعد كده هاتوا كده اجيبها لكم اظبط بس البتاع اهو. نيجي بقى للحاجات التانية اللي هو قال كده. يومها قال ايه؟ يومها قال خدي بالك لمصلحتك. ماشي، انا برضو قال لك ايه؟ قد كده فول مدشوش، قد كده بسم الله قد كده فول مدشوش اهو في الدماسه. حلو، طيب وقد كده بليله. جبتها صغيره جبتها كبيره برضو مش مطالب ان انت تجيبي حاجه كبيره. ليه؟ ما هي كده كده برضو هتتهرس اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي حمص. تمام، ماشي. والبليله دي طبعا بليله نظيفه حلو جايه من عند حمايه. قالوا لي برضو لمصلحتك حبه زي كده برضو لايه؟ في الدماسه. خلاص. يبقى انا كده عملت كل حاجه. هغسلهم غسله وبعد كده هنقعهم في ميه دافيه. هغسلهم غسله، هو قال ميه دافيه. طب احنا دلوقتي الساعه كام؟ انا دلوقتي تقريبا داخله على الساعه 9 اهو بالليل. خلاص، انا هنقعهم لحد ما اجي انام. هشغل الدماسه علشان ما صغير. برضو في جزء تاني انا هوريكم لان في خطوات تانية تتحط، ده مش بس كده. خلاص، انا هغسلها وهنقعها في ميه دافيه، ولما ارجع الخطوه التانية هنعمله فيديو جديد. اوكي؟ لو وصلت لحد هنا بعد اذنك ما تنسيش تحط اللايك، ما تنسيش تعملي شير، ما تنسيش تعملي متابعه، ما تنسيش تعملي الخطوات بتاعتي هتنفعك وهتبقى معاكي حلو. ده الجزء التاني بقى للفول المدمس. ماشي، انا اهو ما تركزوش في ماشي. انا صفيته من الميه. انا تقريبا كنت عاملاه الساعه 9 دلوقتي الساعه 1 الا ربع، 10 11 12 قولوا اهي بتاع 3 ساعات ونص 4. ماشي، يلا شغال. قال لك ايه تاني بقى؟ قام قايل لك هنا اهو عشان بس اجيب الكاميرا عليها اهي. قال لك برضو بايدك كده عدس اصفر اهو، عدس اصفر. ماشي، وعلى فكره لو عندك عدس بجبه ممكن يتعمل بعدس بجبه عادي، مش هقول لا اللي هو بس. هغسله بقى واحطه على انا هنا صفيته خلاص من الميه اهو. ده هغسله واحطه في الميه واقول لكم بعد كده هنحط ايه بعدها. غسلتها غسله حلوه قوي. ماشي، وبعد كده نحطها في الدماسه. الصوره كده واضحه يا جماعه؟ عشان بس اظبط الصوره اهو. بحط الدماسه بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
خالص اصلا يعني ايه. محدش هتجيب معاه حاجه النهارده. ماشي. طيب وقال ايه كمان؟ هو قال واحده ما تقسمها ولا جنبها، هي واحده كمان اهي. وثلاث ليمونات مغسوله، دي مغسوله ماشي. وثلاث ليمونات، ثلاث ليمونات اهو. وبعد كده يتحط عليهم ميه سخنه مولعه ماشي. واحطها على السخان او الدماسه، غليت بقوم رايحه موطيها على اقل درجه، وتقعد طول الليل تدي تضرب وتقلب. وانا لما بقلق طبعا طول الليل، فلما بقلق باجي ابص عليها الميه نقصت، بزود ميه سخنه وخليها زي ما هي. الميه هاديه قوي عليها، تبقى الميه هاديه عليها، مش مش عاليه، علشان خاطر ما تفرش والميه تطلع بره، اوكي يا جماعه. الدماسه اهي بصوا اهي، سامعين التش دي مولعه على اعلى حاجه 5، رقم 5 دي اصلا مولعه من بره اهي. هنجيب بقى الدماسه نحطها فيها، الدماسه بتغلي، ميتها بتغلي اهي يا جماعه، شايفين؟ هاتوا الغطا كده اهي، بتغلي اهي. شوفوا الغليان ده كله، بقوم رايحه انا عاملاها على ايه؟ على رقم 2 اقل حاجه اهي، واغطي عليها على رقم 2 واغطي عليها. خلاص الريمه على الوش ده بقى بيتشال، اللي هيحاول يشيله، مش حابب مش عادي يعني، بس انا بشيله اهو. بحيث عشان خاطر لما اجي اشوفه تبقى الميه صافيه اهي. الطماطميه باينه يا ولاد، الطماطميه والثلاث ليمونات اهي ما شاء الله. الليمون ده بقى اتضح ان هو متحط كده في التدميس، بيخلي الميه بيضه، بيخلي الميه بتاعت الفول بيضه، ما تغمقش. لما تيجي تحميها وتخش الفريزر ما تغمقش ماشي. بتشيل الحاجات اهي من فوقيها بس كده. خلاص بتغلي اهي على رقم 2 اقل حاجه. والميه ديكوا شايفينها مش كتير ومش قليله، بحيث ان هي 14 الميه حوالين منها. واقوم رايحه مغطيه عليها خلاص. وانا بقلق بالليل ولا حاجه، بقوم اشوف الميه بقلبها. طبعا الميه بتبقى طعمها حلو قوي، الميه بتنقص الميه بتنقص، بزودها ميه مغليه وتبقى هي على رقم 1 أو 2 بالكتير، على رقم 1 أو 2 بالكتير كده. بقى احنا دمسنا الفول. الخطوه اللي جايه بعد كده بقى ان شاء الله ايه؟ هناكل فول الصبح. وهعمل لكم بس الفول بقى بتاع الصبح ده، بتاع الوش ده، بيبقى ايه بقى؟ مش عايز طماطم، فول وشويه ليمون، ولو في طحينه، حاجات لسه ايه مش عارفه. بعد كده بقى بنعمل القوطه بقى، مش عارفه ليه بصراحه. اول وش كده يبقى زي الفل، مش عايز لا طماطم ولا عايز اي حاجه. خلاص بكره الصبح ان شاء الله هنغرف مع بعض وهنشوف طعمه ايه، وهنشوف كان كبير يعني كتير ولا قليل. لو قليل هنزود شويه المره الجايه، بس انا شايفه ان هو مش كتير، عشان مش شايفه ان هو مش قليل، عشان خاطر بس الايه الحاجه ما تبططش بره الدماسه. مستنياكم بكره الصبح ان شاء الله، لو في عمر وفي نصيب باذن الله. تصبحوا على خير، مع الف سلامه. السلام عليكم، مع السلامه.